السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم عندنا أكلة الباستا. هاي الطريقة سهلة وبسيطة. المكونات: جبن وصدر دجاج انتو حسب الكمية، وطحين ومعكرونة وبهارات وماجي وفلفل أسود وملح وزيت وجزر وطماطة. المكونات حسب المقادير اللي انتو تريدوها، حسب الكمية اللي انتو تريدون تسوونها. اول ما نبدي نخلي زيت على النار مقدار تقريبا ربع كوب، ونخلي قلاص من الطحين نخبطه يعني الى ان يتجانس الطحين ويا الزيت. نظل نقلب بيه بهاي الطريقة يتلابس الطحين ويا الزيت. نضيف مي تدريجيا ونظل نخبط، يعني نطرق بيها، نخبط 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 الى ان تصير على شكل كريمة. احنا ونخبط ندير مي، يعني نضيف لها مي نضيف لها مي ونخبط. يعني يمكن قلتوا هسه اسوي بالبلندر، لا، بهذه الخفاقة احسن، يعني حتى لا تتلكلك وتصير على شكل كريمة. بعدين نضيف البهارات: الفلفل الأسود خاشوقة مال شاي، فلفل أسود، ونضيف الماجي ونضيف الكمون ونقلب. لازم نبقى مستمرين بالتقليب، نقلب نقلب. إذا شفتوها يعني تحتاج مي ضيفوا لها مي، وظلوا تقلبون إلى أن تصبح شكلها كريمي وثخينة. هسه ضفنا الماجي وبقينا يعني نقلب بيها إلى أن ثخنت، صارت على شكل كريمية. هسه تغير لونها لأن خلينا ماجي وبهارات، تغير لونها إلى اللون الليموني. طبعا الماجي، هذا الماجي يعني الآن جبته مو طوز، من هاي المكعبات، وبيه مادة يعني دهنية ضايفين له هم أكيد دهن يعني. فبهاراته كلش قوية. هي لازم الماجي ذاك النوعية اللي لونها هيجي فاتح حتى ما تصير هيجي صفرة حيل. المهم بعدين نجيب طاوة ونخلي زيت شوية تقريبا ملعقة، ونشوح البصلة. من ذب نفسها تذبل شوية نضيف الصدر دجاج ونظل نقلب بيه إلى أن ينطي اللون الأبيض تقريبا. هو الدجاج بمية يذب مية، ونظل نقلب. بعدين نضيف البهارات فلفل أسود والكمون، ونضيف مكعب ماجي. هنا 4 مكعبات ماجي قسمنا أو 5، قسمناهن على الكريمة وقسمناهن خليناهن ويا هاي الخلطة مال الدجاج. بعدين نضيف الجزر، نبقى نقلب إلى أن ينشف الدجاج من المي، ونضيف الجزر. نبقى نقلب إلى أن الجزر شوي يذبل، يعني تقريبا يستوي. نقلب نقلب إلى أن يذبل الجزر. هنا عندنا سلقنا المعكرونة وصفيناها من المي مالتها، وضفنا عليها مي بارد على مود حتى لا تعجن أو لا تلزق وحدة بالأخ. بعدين نجيب جدر على مود نخبط المواد سوا. هسه خلينا المعكرونة وضفنا عليها الخلطة مال الدجاج، وضفنا الطماطة
قلبناهن بحيث يعني بحيث تجانسن المواد مع بعض. نضيف الكريمة أو الصلصة اللي سويناها ونخلطهن جيدا. بعد أن ضفنا الصلصة، جبنا قالب ضفناهن بالقالب. طلع القالب كبير، يعني ما يصير لازم نفس المستوى مال الكمية مال المواد على مود تصير على شكل كيكة من نقصها. فمن شفنا القالب كبير رحنا جبنا بايركس وخليناهن، يعني رجعناهن بالبايركس. هسه هنا ضفناهن بهذا القالب. طلع القالب حيل كبير، يعني قالب فافون. يعني هذا بنظري كان أحلى على مود المستوى مالتهن، مو يصير يعني الحشوة ثخينة. بعدين ابني قال لا جبنا بايركس. جبنا البايركس وضفناهن هنا. لازم تضغطونهن من تضيفونهن يعني تخليهن بهذا القالب، تضغطون عليهن. بعدين ضفنا عليهن الجبن وضغطناه. عاشت ايدك ابو هالة. طبعا تعب وياي وابني ساعدني بهاي الاكلة، هو حيل حيل يحبها وحيل حيل شاطر بطبخ هاي الاكلة. كان يشتغل بمطعم، الوصفة يعني يعرفها ويعرف الكمية والمقادير. هسه ضاف فوقها باقي الصلصة. لا تضيفون هواية وتصير لينة، لا يعني مقدار قليل، تقريبا 4 ملاعق يعني ضاف وعدلها. بعدين ضاف الجبن فوقها، ويعني لازم تضغطون عليها حتى تكبس. هسه ضفنا الجبن هنا، ضاف الجبن موزاريلا، جبن موزاريلا. هذا الجبن مال بيتزا، احنا ما خلينا بالداخل لأن يضيع الجبن بيها، فهيجي أحلى فوقها يعني على الوجه. دخلناها هسه بالفرن تقريبا 10 دقائق هيجي. خليناها بالفرن على درجة حرارة 180. هنا طلعناها، وهاي هذا القالب وهذا الوجه مالتها والاستواء مالتها ما شاء الله تجنن والطعم خرافي. هنا قطعناها، هنا قسمناها. وما احكي لكم على الطعم الخنفشاري، الجنن الجنن الجنن، كلش طيبة والله. تقدم مع السلطة والطرشي. طبعا تنكال بدون خبز أو صمون. أكلة خنفشارية ولذيذة وسريعة وطيبة وصحية، وألف ألف عافية. إن شاء الله يعجبكم هذا المقطع حبايب قلبي. لا تنسون لايك واشتراك بالقناة، وشكرا.